الكرش كيف نخلص منه بأسهل طريقة وفي شهر رمضان؟ مشكلة الكرش عند كثير من الناس مشكلة كبيرة، ولكن احنا هاي المشكلة ممكن نصغرها لما نعرف الأسباب وكيف نحل هاي المشكلة. ظهور الكرش يا جماعة له 3 أسباب رئيسية. شيء متعلق بالتغذية ورح نحكي عنه هلأ، وشيء متعلق بالنشاط البدني، وشيء متعلق بالعادات اللي بيعملها الإنسان بتسبب ظهور الكرش. أول شيء موضوع التغذية. ظهور الكرش سببه أكيد فوضى في الأكل إحنا بنعملها. حكينا بفيديو سابق عن موضوع مثلا السكريات. من أساس تكون البطن الكرش هو تواجد كميات كبيرة من السكر عم نتناولها بشكل يومي. هاي السكريات الجسم باخذ احتياجه الصغير من عندها، والباقي بروح للكبد، والكبد ما بيعرف يصرف هاي الكمية من السكر. هو ما بيصرف أبدا تمام أي شيء بيكون عنده، وبالتالي بيكدسها وبيجمعها حوله، مما بيؤدي انه يظهر عنا دهون في منطقة البطن. غير السكريات طبعا الفوضى الثانية اللي بتصير في الأكل، سواء الوجبات السريعة، الأكلات اللي فيها زيوت مهدرجة جدا جدا عالية. كل هاي الأسباب أو الأكلات هي بتؤدي لتواجد وتراكم الدهون في منطقة البطن مع الأيام. طبعا ثاني شيء موضوع النشاط البدني. مع ازديادنا بكميات السعرات الحرارية الكبيرة اللي بندخلها لجسمنا، وقلة أو انعدام النشاط البدني اللي بنعمله، بيزيد من عملية تكون وزيادة الدهون في منطقة ثالث شيء العادات السيئة اللي بنعملها. شو هي العادات السيئة؟ أولها يا جماعة إني أنا أكون جاهل بالأصناف أو بنوعيات الأكل اللي ممكن تضر. معنى آخر، أنا ممكن يكون عندي حساسية اللاكتوز. شو هي حساسية اللاكتوز؟ اللي هو أنا لما باكل ألبان وأجبان بصير عندي انتفاخ في بطني، فأنا لازم أكون عارف هالشيء، إما أراقب حالي أو أفحص. ممكن أكون عندي مشاكل من تناول البقوليات. مجرد ما أتناول كمية صغيرة من البقوليات، سواء حمص، فول، أيا كان، مباشرة بصير عندي انتفاخ في البطن، فلازم أكون عارف هذا الشيء. نقطة ثالثة مهمة جدا، وهي طريقة تناولنا للأكل. كثير من الناس لما بتناول الأكل ما بيمضغوه، بيكون عبارة عن بلع بكميات كبيرة، وكأنه احنا في مسابقة مين اللي يخلص أول. لازم يكون في عملية مضغ، ورح نحكي عن هذا الموضوع كمان شوي. فتناولنا للأكل بطريقة خاطئة، انه احنا عم ندخل كميات كبيرة وبنفس الوقت عم نفتح تمنع واحنا عم ناكل. كثير من الناس بكونوا هم عم ياكلوا فاتحين مواضيع سواء على التليفون ولا مع الناس اللي موجودين، وحكي بيجيب حكي اثناء الاكل، وبالتالي وانا عم بمضغ وفاتح تمي عم بدخل هواء للمعدة. الهواء بدل ما يروح للرئتين، جزء منه عن طريق المريء بينزل للمعدة، وبالتالي بيصير عندي انتفاخ في منطقة البطن. وطبعا موضوع انه انا اتناول وجبتي ومباشرة اروح انام، سواء في رمضان او غير رمضان، هاي من الاسباب. طيب يا عمار، عرفنا الاسباب الرئيسية، تمام. هلا ممكن اشياء مرضية ثانية تسبب، ولكن احنا بنحكي في المسببات الطبيعية، تمام، اللي بتؤدي لظهور الكرش. نيجي للحل. شو نعمل عشان نتخلص من الكرش؟ خلص يعني احنا الفاس وقع في الراس والكرش موجود، اعطينا الحل تبعه. الحل مثل ما احنا حكينا عن المشاكل او الاسباب، نيجي نقارنها بالحلول. حكينا عن مشاكل الاكل، تمام، والفوضى بالاكل، فانا لازم امشي على نظام صحي. النظام الصحي يا جماعه هو مش عقاب لنا، يعني احنا ما بنعاقب حالنا لما بنعمل رجيم او دايت، بالعكس احنا بنكافئ حالنا، احنا بنحسن من نمط حياتنا. الناس اللي بتفكر انه فكره انه انا بدي اعمل رجيم معناته انا ادخل حالي بحياه صعبه جدا ومعاناه وكل هاي الامور، لا، غلط. الدايت هو الصح، سواء انت بدك تنحف ما بدك تنحف، في الحالتين انت لازم تمشي حالك على نمط صحي، لانه هذا اللي حيكمل معك طول حياتك، تمام. السكر ما راح ينفعك، السكر راح يدمرك. الزيوت المهدرجة ما راح تنفعكم، الزيوت المهدرجة راح تسكر شرايينكم. وبالتالي انتظامنا على اكل صحي خالي من السكريات ومعوضها بالفواكه، خالي من الزيوت الصناعية ومعوضها بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الافوكادو والمكسرات، تمام. اكل صحي، تمام، مطبوخ بطريقة صحية، راح يريح المعدة، راح يدخل سعرات حرارية ضمن احتياجي، وبنفس الوقت راح أكون بنطاق وبنظام صحي جسمي كله مرتاح عليه. ثاني شيء حكينا في المشكلة عن موضوع الحركة، النشاط البدني. فالحل لازم يكون في عندي نشاط بدني يومي، تمام، سواء في الجيم، سواء في البيت، سواء أطلع أمشي في الشارع، أي. وبموضوع الكرش أنا بنصحكم بالتمارين الكارديو اللي متنوعة، سواء تمارين كارديو في الجيم على الأجهزة،
أو في البيت تمارين هوائية، أو في الجيم طبعا تمارين هوائية بالجسم نعملها، أو المشي السريع تمام في الشارع أو أيا كان في أماكن مخصصة للمشي، تعملوها في رمضان قبل الإفطار بنص ساعة ل40 دقيقة، وبعد رمضان تعملوها على الريق الصبح. تمام. إذا عملتوها أنتوا عم تضربوا مناطق الدهون العنيدة في الجسم مع الالتزامكم بالنقطة الأولى المتعلقة بالتغذية. ثالث شيء يا جماعة، حكينا عن العادات السيئة اللي عملناها وأدت لظهور الكرش، نيجي نعكسها ونطبق العادات الصح، زي أن أنا أمضغ الأكل بطريقة صحيحة، يعني أنزل الأكل على معدتي على فتات، يعني امضغه كويس وانزله فتات، المعده يعني راح ترتاح، وبنفس الوقت ما راح يكون عندي انتفاخات. بنفس الوقت يا جماعة أسكر تمي وأنا عم باكل، ما في داعي أفتح مواضيع عشان ما أدخل هواء وأعمل انتفاخ في البطن مزعج وكاذب بنفس الوقت. وكمان لازم أكون أنا أعرف الأكلات اللي بتعمل لي مشكلة وأتجنبها. يعني أنا كعمار ممكن يكون عندي مشاكل بقوليات فبتجنبها، مشاكل لاكتوز فبتجنب الألبان والأجبان، وبالتالي أنا عرفت الأكلات اللي فيها مشكلة بعدت عنها. تمام. أو مشروبات غازية أو العلكة، كل هاي الأمور بتعمل انتفاخات في منطقة البطن. وبالتالي أنا لما تجنبت الأشياء اللي بتسبب لي الانتفاخات، أنا حليت مشاكل كثيرة في منطقة البطن. رح تيجي تسألوني سؤال هلأ، في أشياء ممكن تشيل دهون البطن؟ يعني أشرب عشبة معينة، أشرب دواء معين، أخذ إبر معينة، إبر التنحيف يا جماعة؟ فأنا رح أحكي لكم لا، لا محتاجين. تمام. أعشاب، ممكن تشربوا شاي أخضر كنوع من إراحة للبطن، هو مساعد ثانوي، مساعد ثانوي مش رئيسي. تمام. ولكن ممكن تشربوه، ولكن تعملوا لكم خلطة أعشاب زي ما الموجود حاليا من عشبة فلانية وعشبة فلانية، وأجي أخبص وأحط وأعمل وأشرب. تمام. لا، ما نعملها. نروح نجرب إبر التنحيف، فيعني صحتكم مش جايبينها ببلاش، فما في داعي. لو بتنحفنا ما بدنا ننحف، لا خلينا ناصحين، وما بدي أجرب في صحتي، وبنفس الوقت ما أروح أجرب أدوية. الحل طبيعي، الحل طبيعي، دايت، أكل صحي، وحركة، والتزم بالعادات الصحية اللي مفروض عليها، وما اكل اروح انام، اترك نص ساعة حالي بعديها اروح انام. التزم بالشغلات البسيطة وشوف البطن كيف راح يصير. هلا المدة اللي البطن يروح فيها تختلف من شخص لآخر بمعدل حرق الدهون بالتزامه. ممكن في ناس بعد أسبوعين يبين فرق، في ناس بعد شهر، في ناس ياخذوا شهرين أو 3 أو 4 أو 5. ولكن في النهاية انتوا راح تنزلوا من دهون بطنكم بطريقة صح وصحية، وبنفس الوقت ما راح يكون في عندكم أي ترهلات في منطقة البطن، وراح تكون صحتكم بأفضل حال، وما راح عندكم نقص بأي مكون غذائي أو نقص في صحتكم.